اتفضلي اسمعك. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. في سؤال، في عندي سؤالين. اتفضلي. يعني حماية حلف عليا يمين ان انا ما ادخلش تلفزيون البيت. قال ايه حماكي؟ قال ايه يعني؟ قال عليا الطلاق طول ما انا عايش في البيت. اه التلفزيون دوت مش هيدخل البيت. امال انت شايفاني ازاي دلوقتي؟ نعم. شايفاني ازاي، في الراديو ولا ايه؟ لا، ها. في التلفزيون. جبت يعني تلفزيون؟ لا، تلفزيون البيت يعني. طيب. امال هو حلف ايه يعني؟ قالك حلف بالطلاق ما يجي عندك تلفزيون عندك انت يعني؟ انا ده تلفزيون البيت ماشي. يعني هم طبعا بيبقوا قاعدين في صاله ورجاله بيبقوا قاعدين معاه وناس غرب يعني. فانا عايزه اجيب تلفزيون عندنا في اوضتي يعني. وهو جه حلف ان ما فيش تلفزيون يدخل اوضتي. تمام. فراح جاي حلف قال عليا الطلاق طول ما انا عايش في البيت التلفزيون ده ما هيدخل هنا. تمام. طب وانا يعني انا اشتريته بس لسه ما دخلتوش البيت. طيب. فمش عارفه يعني اعمل ايه. طيب السؤال الثاني بقى. السؤال الثاني هو بخصوص الدوره الشهريه. يعني هي نازله، يعني المفروض كانت جات لي بقى لها يجي 15 يوم. بس يعني نازله علامه كده. فانا عايزه اصلي ومانيش عارفه. تطهر من الحيض يعني. حاضر هقول لك. حاضر. مش عارفه اصلي ولا ما اصليش بس هي نازله يعني. حاضر هقول اهو. عشان مش عايز. طيب خلاص انا هرد على حضرتك دلوقتي. معنا مين؟ طيب الأستاذ محمد من سوريا عايز أرد عليه. 22 سنة. يا أستاذ محمد أنت ربنا يكرمك ويسترك في الدنيا وفي الآخرة. كل ما تفعله مما ذكرته فهو صحيح وربنا يأجرك على هذه النية. لكن أنا لاحظت من كلامك أن هناك تقصير في مسألة ما وأنا أعتقد أنها في صلة الرحم. فأنا عايزك تاخد بالك أن صلة الرحم هذه أمر مهم جدا، وأن أنت تحاول على قدر المستطاع أن تصل أباك، وأن مرة كل شهر دي قليلة. وكمان نقطة تانية أنك أنت لا تجلس منفردا، يعني لا تعيش بمفردك، يعني ما تباتش لوحدك في بيت لوحدك أو تقعد في كذا، لكن لابد أن تنضم إما إلى أبيك وإما إلى أمك وإما أن تتزوج وإما إلى أخيك أو إلى أختك، يعني لا تعيش منفردا. وطبعا دي نمرة واحد أنا عايز أنصحك بها، أنك أنت لا تعيش منفردا وإنما تعيش مع أحد. الحاجة الثانية أنا عاوزك تروح المسجد وتختار شيخا من المشايخ تدرس على يديه، إما أن تقرأ القرآن الكريم وإما أن تدرس عليه أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإما أنك أنت تتعلم على يديه أمور الفقه، وتختار شيخ وتروح له وبتوقيتات يعني منتظمة بشكل منتظم، وهذا يكون أفضل إن شاء الله. معنا أم طه من سوريا. طيب أخذ اتصالات. السلام عليكم. نعم اتفضلي. أيوة اتفضلي أسمعك. الو أسمعك اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بدي أقول لك يا شيخ إنه أنا عندي الوالدة متجوزة 2 يعني. أبوي اللي يعني اللي جابني. مين اللي متجوز 2؟ يعني أبوي الحقيقي وأبوي اللي رباني. الوالدة عندي. الوالدة والدتك يعني تزوجت مرتين. نعم. ايوه متجوزة 2. يعني ابوي الحقيقي يعني ما شفته لبين ما صار عمري 27 سنة. وبقى انا اسمعك اتفضلي. يعني والله ما بعرف شو بدي احكي لك. يعني عم يقولوا لي انا ما بحسه انه ابوي. انت الان تعيشين مع يعني من؟ مع ابوك؟ بشوفه ما بحسه. يا أم طه الله يبارك في عمرك، أنت الآن تعيشين مع والدك أم تعيشين مع زوج أمك؟ لا أنا متجوزة يعني. أي. بس عم يقولوا لي لازم تسلمي عليه ولازم تروحي لعنده تزوريه هيك عم يقولوا لي يعني. اللي هو والدك أنت؟ إيه أبوي هو. يعني ما عم بتقبل هالشيء. ما عم بحسه أبوي. طيب هأجيبك إن شاء الله يا أم طه الله يبارك في عمرك. طيب أم نهى من الغربية. السلام عليكم. طيب حاضر. أم نهى السلام عليكم. أسمعك. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي اسألي. لو
لو سمحت كنت عايزة أسأل نعم عن العمرة. العمرة لو قاعدين مثلا 4 أو 5 أيام بمكة، يجوز إن الواحد يعمل عمرة يوميا في ال5 أيام دول، ومنهم مثلا واحدة للشخص نفسه والباقي لحد متوفى؟ طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. أرجع بقى أرد على الاتصالات دي قبل بس نهاية الحلقة، وبعدين أكمل اتصالاتكم. مشكورين، بارك الله فيك. الأستاذ أحمد من القاهرة هو بيتكلم في الأضرحة والقبور والأولياء والصالحين. هذه مسألة كبيرة جدا، وهي تحتاج إلى توضيح وإلى شرح وإلى بيان، لكن لعلي أذكرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذكرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل إلى القبر، نهى أن يصلي الرجل إلى قبر. مسألة بقى الأضرحة القائمة والموجودة هي لها قصة طويلة في التاريخ، والحقيقة يعني هي تحتاج يعني إعداد جيد لأن احنا نذكرها ونقولها ونوضحها ونبينها، لأنها مسائل لأني عليها كثير بعض أهل العلم المشتغلين بالعلم يعني والمتمسكين بهذه الأضرحة ومتمسكين بهذه الأمور لديهم كثير من الأدلة والأشياء يتحدثون بها مع مريديهم، وإحنا عشان نيجي نتكلم على الكلام ده يبقى محتاجين يكون في تفصيل القول عشان نشوف هذا رأيه كذا يقول كذا والجواب عليه كذا، وهذا رأي المخالف وهذا رأي المؤيد. فدي طبعا مسألة كبيرة جدا لعلنا نحتاج فيها إلى توضيح بيان. كمان المتبعين أو المريدين قل من أن يحصروا يعني أعداد كبيرة جدا، فالكلام لابد أن يكون واخد طابع شوية الأداء العلمي عشان خاطر ما نعملش ضجة وكلام قد يكون غير منطقي في هذه المسألة. قالوا بقى الرسول دفن في المسجد. أيوة نعم، هذا مكان الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مدفنه، وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. يعني الميت الرسول صلى الله عليه وسلم النبي إذا مات في مكان يدفن أو يقبر في نفس المكان، ولا يجوز، وهذه من خصائص الأنبياء، ولا يجوز له أن يخرج من مكانه ليدفن في قبر آخر، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن هذه من خصائص الأنبياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبض في بيت عائشة رضي الله عنها، ودفن في نفس حجرة عائشة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل جثمان النبي صلى الله عليه وسلم من مكان إلى مكان، لأن هذا هو الأصل وهذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا البيت كان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوت ملتصقة بالمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها باب يفتح إلى المسجد، فكان يفتح من بيته أو من حجرته ويدخل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ثمة تعديلات أحدثتها السلطات السعودية على مدار السنين والأيام، فأدخلوا هذه المباني. وطبعا تعرفين الحجرات اللي موجودة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وفيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قبر سيدنا عمر، كان هذه منعزلة تماما عن المسجد النبوي. لكن في التوسعة الأخيرة في 20 سنة الأخيرة يعني حدثت توسعة إن هي بقت القبلة يعني متقدمة شوية عن المكان، لكنها مجنبة جانبا، وليس هناك قياس على أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد النبوي الشريف. هذا معناه أن الناس يستطيعون أن يدفنوا بعضا من الأموات ويصلون إليه. وأنا قلت دي مسألة جدلية كبيرة قوي، لا داعي لا مش عايزين ندخل فيها. الزوجة تاخد من حجبها والكلام اللي حضرتك سألته، يجوز لها أن تفعل ذلك بشرط ألا تبدي ذلك لأحد. بعض أهل العلم حرم ذلك مطلقا، وبعضهم أجاز ذلك، وأنا مع من أجاز ذلك للزوج أن تفعل ذلك بشرط ألا يظهر وجهها بهذه الزينة لأحد، لأن الفقهاء متفقون على أن عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، بشرط خلو الوجه والكفين من الزينة مطلقا. هذا والله أعلم. أستاذ أحمد من الإمارات بيقول إن الأعراب دولك الذين لقوا النبي، دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هؤلاء الأعراب يعدون من الصحابة الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أحاديث واردة، والمحدثون يعني يتتبعون هؤلاء الأعراب ويذكرون أسماءهم، يقولون أسماءهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعشان كده هؤلاء الأعراب نعم يعدون من الصحابة. الأستاذة علا حماها حلف على يمين بالطلاق، لابد أن تسترضيه وتقوليه، فإن كانت نيته في ذلك طلاق زوجته، إن أنت عملت ذلك وقع الطلاق، وإن لم يكن فلا طلاق. وأنا أعتقد أنه ما يقصد طلاق زوجته، إنما هو يقصد بس مش قادر عليك قوي إن أنت ما تجيبيش، فراح عمل الموضوع كده وحلف، بدليل إن حضرتك جبت التلفزيون وهديك عيناه بره، فأرجوك ما تدخلوش إلا إذا استأذنتيه، وهذا أفضل. أما بالنسبة للحيض قال العلماء ومنهم كلام المالكية أنه يتحقق الطهر من
الحيض بنزول القصة البيضاء التي يعرفها النساء أو السائل الأبيض الذي ينزل من المرأة، فإذا نزل هذا فقد أصبحت المرأة عند ذلك طاهر، ولزمها بعد ذلك أن تؤدي الصلاة، وإن لم تنزل هذه القصة البيضاء فليست المرأة بطاهر عند ذلك الحد، فمتى ما نزل وجب عليها أن تغتسل ثم تصلي، فمتى ما نزل دم بعد ذلك فهذا الدم يسمى دم الاستحاضة، يجوز المرأة أن تتوضأ وتصلي من بعده.